السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أحداث حقيقية حصلت في مصر ووطننا العربي. وقصتنا النهاردة حصلت سنة 2023 في مدينة المنصورة. حضر بقى قهوتك ودوس لايك واشترك في القناة لو لسه جديد معانا، وركز معايا بقى عشان تعرف إيه اللي حصل في حكايتنا النهاردة. في إحدى القرى الريفية في محافظة الدقهلية، تحديدا في قرية طناح، بنت اسمها مروة عندها 17 سنة صحت من نومها عادي زي أي يوم. لبست هدومها وقالت لأهلها إنها رايحة تصلح التابلت بتاعها. الأهل افتكروا إنها هترجع بعد ساعتين أو 3، لكن الساعات عدت والليل دخل ومروة لسه مرجعتش. الأهل قلقوا، اتصلوا عليها لقوا موبايلها مقفول. البيت كله قلبه اتقبض. الأم بدأت تدور والأب اتصل بكل قرايبه وأصحابه، لكن مفيش أي خبر. الخوف والقلق زاد والقرار كان لازم يتاخد. الأب راح القسم وقدم بلاغ باختفاء مروة، وبعد ساعات قليلة جرس موبايل الأب رن. الأب رد وسمع جملة وقعت قلبه. سمع حد بيقول له البنت عندنا وعايزين 500,000 جنيه فدية لو عايزين تشوفوها تاني. وفي لحظتها الأب اتصل على الشرطة وعرفهم إن جاله مكالمة تهديد. فرق البحث بدأت تفحص المكالمات ورجعوا علاقات مروة على السوشيال ميديا وعلاقاتها بأصحابها، وتتبعوا الكاميرات حوالين المنطقة، وبالتدريج الصورة وضحت. التحريات وصلت لفيديو من فيديوهات الكاميرات لأحد المحلات حوالين المنطقة، ومروة ماشية في الشارع وفي حد بينادي عليها وهي بتمشي معاه، وفجأة اختفت معاه في وسط الضلمة. التحريات قدرت تحدد الشخص اللي في الفيديو، وهو عاطل مسجل خطر اسمه محمد. مروة كانت متعرفة عليه على الفيسبوك وافتكرت انه شخص عادي، لكن الحقيقة انه كان بيخطط مع صاحبه انهم يخطفوها ويبتزوا اهلها. الشرطة قدرت تحدد مكان المتهمين وقبضت عليهم قبل ما يتمادوا في جريمتهم، واعترفوا بكل حاجة وان هدفهم الاساسي كان الفلوس. ومروة رجعت لاهلها منهارة ولكن سليمة. القصة بقى بتاعتنا النهاردة بتعلمنا إن الثقة العمياء في أي شخص على السوشيال ميديا ممكن تتحول لكارثة، وإن سرعة الإبلاغ للشرطة ممكن تنقذ حياة أسرة كاملة. لو شايف إن القصة دي فيها عبرة، شارك الفيديو مع أصحابك، وما تنساش تقول لنا في الكومنتات إزاي الأهل ممكن يحموا أولادهم من مخاطر الإنترنت من غير ما يخنقوهم. وأشوفكم على خير.